اهلا، انا خالد وهذه الحلقة الثانية من سلسلة ملف اعمال التصوير. بالحلقة الاولى صورت اكل واضفت الصور لملف الاعمال، لكن نسيت ان اول شيء مفروض احط صورتي الشخصية بالملف. فبهذه الحلقة راح نصور اللي يسميه تصوير البورتريه، اللي هو تصوير الاشخاص، لكن بحكم اني اصور لحالي انا اللي راح اصور نفسي. واهم شيء راح احتاجه اليوم اللي هو الترايبود عشان اثبت الكاميرا واوقف قدامها، وراح احتاج شيء يخليني اقدر اتحكم بالكاميرا عن بعد عشان اصور نفسي بسهولة بدون ما اتحرك واروح اضغط الكاميرا وارجع. تقريبا كل شركات الكاميرات عندهم تطبيق للجوال يخليك تقدر تستعمل الكاميرا منه. واهم شيء بتصوير البورتريه او كل انواع التصوير هي الاضاءة. طبعا على حسب الصورة اللي نبيها راح نكون الإضاءة. مثلا لو قلنا نبي صورة شخصية رسمية يعني لينكدين أو سي في، لازم نركز إن الإضاءة تكون قوية بالمكان وناعمة على الوجه، ما تكون حادة أو فيها ظل، وتكون موزعة صح. لكن لو نبي صورة شخصية مو رسمية مثلا لحساباتنا في السوشيال ميديا، هنا نقدر نلعب بالإضاءة على راحتنا. فصراحة أنا احترت وش أبي صورة ملف أعمالي، هل أبي صورة رسمية بثوب شماغ ولا تكون صورة عادية؟ فقلت خلاص أصور أكثر من نوع وأشوف وش بختار. هنا حطيت فلينة كبيرة بيضة وراي وفتحت تطبيق الكاميرا من الايباد وبديت اخذ لي كم صورة. اخترت خلفية بيضاء عشان قلت لو ابي صورة تكون رسمية مرة، يعني هذه الصورة حتى اقدر استخدمها بطاقة الأحوال. طبعا انا قاعد اصور هنا بدون استخدام اي اضاءة خارجية، هذه اضاءة شمس لكن بالمكان اللي انا فيه جاية حلوة وموزعة صح على وجهي، فنقدر نستعمل إضاءة الشمس ونصور بالنهار هالنوع من الصور. وهذه الصورتين اللي طلعت فيهم، للحين ما قررت إذا بحطهم للملف أو لا، فقلت خلاص أصور غيرهم. هنا لبست بدلة عادي وحتى ما حطيت خلفية وراي، بديت أخذ لي كم صورة. واستخدمت إضاءة خارجية، قلت أجرب. مرة أحطها ورا، مرة أحطها على الجنب، مرة قدام، مرة أغير لون. هنا حبيت استعمل الكاميرا الثانية حقتي في الصور، ابغاها تبين اني مصور يعني وتكون مناسبة لملف اعمال تصوير، فقلت ابي اجرب. وهذه الصور اللي طلعت فيهم. احترت كثير وش اختار، لكن وقع الاختيار على هذه. وكذا نكون عبينا جزء جيد من ملف الأعمال، في صورة شخصية، في تصوير أكل. فانتظرونا بالحلقة الجاية بنوع تصوير جديد عشان نعبي الملف بعد. وسووا متابعة للحساب عشان توصلكم الفيديوهات أول بأول، واكتبوا لي رأيكم بالفيديو بالتعليقات، وإلى اللقاء.